حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل معجنات سهله قوي واقتصاديه جدا جدا جدا، من غير زيت، وكمان مش مستهلكه لبن خالص. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل النهارده قشطه الافران. قشطه الافران دي بنلاقيها زي القرص كده صغيره في قلب الفرن بتاع العيش الفينو. الكيلو بيتباع منها ب75 جنيه. تمام. انا من نص كيلو دقيق هعملك الكيلو ابو 75 جنيه ده، ومش متكلفه خالص 75 جنيه. يلا بينا نشوف المقادير. معايا كوبايه ميه دافيه، ومعايا معلقه خميره، ومعلقتين سكر، من معالق الاكل معلقتين ممسوحين مليانين ممسوحين، ونص كل دقيق، وكمان نص كوبايه سمنه. اي نوع سمنه انت بتستخدميه. انا كان عندي سمنه بلدي بصراحه، نقلت الوصفه دي لحته تانية خالص. لو عندك سمنه عاديه برضو مفيش مشكله. هنحط بقى المَيّة مع السكر والخميرة والسكر والخميرة والسمنة، ونقلّبهم مع بعض، وانزل عليهم كلّهم بالدقيق. تمام. وتنّيني أعجن في العجينة، هتلاقيها عجينة ناشفة كده ويابسة. حُطّي جنبِك ربع كوباية مَيّة دافية. تمام. أول ما العجينة تلفّيها مع بعضها كده تلاقيها ناشفة كده ويابسة وماسكة نفسها جامد، قومي نازلة عليها بمعلقة من المَيّة الدافية. أنا مش هانزل بربع كوباية المَيّة الدافية كلّها، علشان ممكن الدقيق معايا يعجّن، يعني يبقى محتاج دقيق تاني. لكن أنا هانزل بالمَيّة تدريجي، علشان لحد ما العجينة تبقى طرية معايا خالص. ممكن أستخدم ربع كُلّه، ممكن أستخدم حبّة صغيّرين من الربع. أنا بصراحة استخدمت حبّة صغيّرين من الربع، هو البُق أو المعلقة اللي أنا حطيته ده، يعني حاجة بسيطة لا تُذكر يعني. وهابدأ أعجن في العجينة، أعجن في العجينة وأفرد وأعجن فيها وألمّها على بعضها وأفرد تاني وألِم على بعضها، لحد ما أوصل لعجينة ناعمة طرية زي ما أنتم شايفين كده. عجينة طرية جدًا وناعمة جدًا وريحتها فظيعة. ما تنسوش رشة الملح كمان مع المقادير اللي قُلت لكم عليها في الأول. هابدأ أسيبها ترتاح لمدة، شايفين طرية وناعمة جدًا، هاسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وبعد 10 دقايق هافردها، وبسكينة أو بال بالسكينة بتاعة البيتزا، أي حاجة، اقطعي بأي حاجة. المهم، أو ممكن تحطيها في جنب كده وتقطعي منها كُرة بكُرة، يعني بالراحة تقرّصيها كده. هابدأ بقى إن أنا أقطعها كده قطع متساوية علشان آخد كُلّه يكون قد بعضه. طلّعت معايا كام قُرصة؟ طلّعت 25 قُرصة، يعني وزنتهم طلعوا كيلو معايا. كيلو من نُص كيلو دقيق وكوباية مَيّة. هتعملي أحلى قشطة كدّابة بنجيبها من عند، اسمها قشطة أفران، قشطة كدّابة إيه! اسمها قشطة أفران، بتتباع عند بتوع العيش الفينو، هتلاقوها زي القرص كده بالضبط. هابدأ بقى إن أنا أقرّصها أو أكوّرها كده كِوَر صغيّرة، الكمية كلّها، وبابدأ إن أنا أحطها في جنب، وهابدأ أشتغل فيها من أول واحدة أنا بدأت فيها. وبعد كده باسيبها تخمر ساعة، يعني بعد ما بابطّطها أو بعد ما بافردها باسيبها تخمر ساعة كاملة. وبعد ما بتتبطط أو بعد ما بتنفرد باسيبها في قلب الصاج تخمر، وبعد ما بتخمر تمامًا باقوم حاطاها في صاج، يعني باحطها في صاج أبططها أو أفردها واحطها في صاج، واسيبها في الصاج دي تخمر مكانها في قلب الصاج. الصراحة الجو كان برد أوي، أوي، أوي امبارح، فأنا سِبتها ساعة ونُص. هو لو الجو حَر عندِك سيبيها لمدة ساعة بس، لكن أنا الجو عندي كان ساقع جامد فسِبتها ساعة ونُص. اتضاعف حجمها، هتشوفوا حجمها عامل إزاي في نهاية المقطع ده بالضبط. هاوريكم حجمها بعد ما بتتضاعف، وفي الفرن كمان، يعني في لقطة هتيجي وهي في الفرن حجمها بيزيد أكتر. جميلة، طعمها حلو جدًا، طعم السمنة البلدي بصراحة. لو عندِك سمنة بلدي ما تستخسريش واستخدميها في الوصفة دي. في الأفران بيعملوا سمنة عادية، وساعات بيخلطوا زيت بسمنة، لكن في البيت معمولة بنضافة. النُص كيلو دقيق طلّع لي كيلو من القشطة بتاعة الأفران. هي اسمها قشطة الأفران. معجنات سهلة وبسيطة، تاكليها مع جبنة. ممكن على فكرة تحشيها جبنة اسطنبولي، تحشيها جبنة قديمة، تحشيها عجوة، تقدري تحشيها أي حاجة، ولا مستخدمة لبن ولا مستخدمة فيها أي حاجة صعبة خالص. وعملت بقى كوباية شاي، وتعالوا شوفوا شكلها ولونها وحجمها روعة. الطفل كده هياخد واحدة هيخلصها على طول، هي أصلا حجمها بيكون كده وأصغر من كده كمان في الأفران. هفتح بقى معاكم واحدة، شايفين من جوه قد إيه هي طرية جدا وحلوة، طرية جدا وحلوة، وطعمها حلو، وطعم السمنة البلدي حلو، وبصراحة موفرة، مش هتلاقي توفير أكتر من كده. تقدري تستخدمي سمنة عادية زي ما قلت لك، عشان لو حد يقول السمنة بتبقى غالية البلدي. تقدري بقى بعد ما تبرد تعبيها في أكياس وتحطيها في الفريزر وتطلعيها إيه وقت